هل يا ترى كنت تعرف ان المصري القديم بيعتبر اللغة بتاعته مقدسة؟ لو لأ فخليني أقولك إن في علامات كتيرة بتكون مرتبطة بمعبودات شريرة أو رموز لمعبودات شريرة بيكون المصري القديم قاصد إن هو يعمل فيها أي تشوه، زي مثلا الحية. هو شايف إن دي حاجة ممكن تبخله السم وتمنعه على إن هو يبعث مرة أخرى، فكان دايما بيصورها مقطوعة قراءة. كما إن اللغة المصرية القديمة زي أي لغة بتكون لغة أساسية وليها خطوط، فخطوط اللغة المصرية القديمة هي الهيروغليفي والهيراتيقي والديموتيقي، واخر حاجة هي القبطية. بس عشان اوضح لك الامر اكتر، مثلا اللغة العربية دي بيكون ليها اكتر من خط، زي مثلا خط الرقعة وخط النسخ وخط ثلث والخط القوي. كل دي خطوط بس بترجع للغة واحدة، ده بيتشابه بالظبط مع اللغة المصرية القديمة. خليني اقولك ان اكبر دليل بيأكد كلامي ان اللغة المصرية القديمة مقدسة بالنسبة للمصري القديم ان هو اطلق عليها اصلا في النصوص المصرية كلام الاله اللي هو ميدو نثر بالهيروغليفي. ولو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن اللغة المصرية القديمة اكتبولي في الكومنتس وانا هجاوبكم عليها.